جوز أمي دخل عليا فجأة وأنا قاعدة واخدة راحتي وبعمل حاجة متعودة عليها، ومن ساعتها مش عايز يسيبني في حالي. أنا منى، عندي 25 سنة. اتجوزت في ال25 سنة دول مرتين. أول جوازة كانت جوازة عادية، ودي طبعا كانت يعني بأمر جوز أمي، وأمي كمان كانت ماشية معاه وكان مؤثر عليها جدا. وطبعا هنا اتجوزت لأنهم خدوا فلوس كتير بسبب الجوازة. وطبعا ما كملتش أكتر من أسبوعين 3، وبعد كده بقت الطريقة غير الطريقة. ما كملتش أكتر من شهرين وبعد كده انفصلت ورجعت لهم كالعادة. ومن ساعتها وأنا قاعدة في بيت أمي مع جوز أمي مش مرتاحة خالص. حياتي كلها تعب وخوف وقلق، وفي نفس الوقت مليش أصحاب ومليش حد. ووالدتي مأثر عليها جوزها بطريقة مش عادية، وأنا آخر حساباتها ومش فاكراني خالص ولا شايفاني. من ساعة ما مات أبويا من عمري 5 سنين وأنا شايفة الويل كله. ولكن كنت بقول أهي فترة وتعدي، يمكن بكرة ابن الحلال اللي يقابلني يريحني ويشوف كده طلباتي ويصوني زي كل البنات. وكنت بستحمل رزالة جوز أمي، وكنت بحاول أحافظ على نفسي على قد ما بقدر، وهو شخص أصلا مش كويس ومش مريح ومفيش بينا أي تفاهم. ولكن كنت بحاول أعدي في الأيام. عشان كده خرجت اشتغلت برا، علشان أقدر أصرف برضو على نفسي وأغيب فترة ممكنة عن البيت، وأرجع الوقت يكون قليل اللي هو وقت النوم. وغبت أعمل كده فترة طويلة حتى بعد طلاقي. مرضتش برضه أقعد في البيت، ولكن هو يأثر على والدتي وقالت لي مفيش خروج، انتي دلوقتي ما بقيتيش زي الأول وما عدتيش ينفع تشتغلي تاني. واقتنع فيها بكلامها وأنا ما قدرتش أزعلها، لأني ماليش حد في الدنيا غيرها. وفي نفس الوقت برضه سكت، مرضتش إن أنا ممكن إن أنا أعاند وأنزل الشغل فكانت هتبهدلني وكنت هشوف حاجات تزعلني، فعشان كده قعدت وسكت. وبعدها كنت قاعدة في البيت، وفي يوم حد يعني من الشغل اللي كنت باشتغل فيه جه سأل عني ويطمن عليا. هو كان شاب كده محترم لسه ما دخلش دنيا، ما اتجوزش لسه خالص. وطبعا كان فيه نظرات إعجاب لكن ما كانش فيه كلام. واتفاجئت إن بعد ما قعدت من الشغل إن هو اللي جه وسأل. وبعدها بيومين لما عرف إن أنا كويسة وإن مفيش حاجة، والدتي قالت أنا اللي قعدتها عشان إحنا مش محتاجين شغل. جه بعدها جاب والده ووالدته وجيوا يتقدمولي، وفعلا أنا كنت معجبة بيه جدا وموافقة. ولكن جوز أمي ما كانش عايزني أتجوز، وطبعا رفضهم، ولكن أنا بقى اتمسكت بيه. ووالدتي طبعا اتأثر عليها منه، وهي كمان رفضت الجوازة. وأنا كنت هتجنن وأتجوزه بأي شكل، لأنه فعلا حسيت إن أنا ممكن أعيش معاه في أمان وأبقى مرتاحة. ولكن هم رفضوا، بس أنا ما خضعتش لكلامهم وما حبيتش إن أنا أتخلى عنه. حسيت إن هو شاريني لأنه اتقدم لي أكتر من مرة، مع رغم كل مرة كان بيعاملوه معاملة مش كويسة أبدا. وجيت بعدها قررت بيني وبين نفسي إن مادام سن القانوني بلغ، خدت بعضي ورحت واتجوزنا. ورحت على بيته بيت صغير جميل فيه ارتياح نفسي. ما كنتش أبدا أتمنى أعيش غير هو في المكان ده. وهو إنسان مهذب جدا ومحترم وملتزم، وأحس معاه بالأمان لما يكون موجود. لما يكون بعيد عني أحس إن أنا وحيدة ومليش حد. هو بالنسبة لي كل شيء. اتجوزت وفضلت معاه أكتر من 4 سنين، مبسوطين وأسعد زوجين في الدنيا كلها. عمري ما نيمته في يوم زعلان أو سبته ومشيت أو حصل بينا مشكلة. كنت دايما حريصة جدا على إن هو يكون سعيد ومبسوط معايا، عشان أنا وعدته بكده، وعشان حبيته من كل قلبي، واتمنيت إن أعيش معاه العمر كله. وفي يوم حصلت حاجة ما كنتش عاملة حسابها أبدا. كان فيه ليا يعني علاقة كده قبل الجواز خالص، قبل ما اتجوز حتى أول مرة. وكان يعني بسبب جوز أمي وضغطه عليا. وفي يوم اتفاجئت بالحاجات ديت وصلت جوزي وشافها واجهني بيها،
وطردني وقال لي أولادي أنا هاخدهم وإنتي كل مستحقاتك هتوصلك، ولو حاولتي إنك ترفعي عليا أي حاجة أو ترجعي الأولاد عايزة أقولك إن أنا هقدم كل الحاجات دي وهتثبت إنك إنتي ما تستحقيش إنك يكون معاكي أولادي، ويا ريت تخرجي من حياتي بكل هدوء. على قد ما حبّني على قد ما اتجرح منّي، بس ساعتها ما كانش ليّا ذنب، حاولت كتير أفهّمه إن كل الحاجات دي كانت قبل ما أعرفك، وإن كانت غصبٍ عني، وإني ما كنتش عايزة أعمل كده، ولكن جوز أمي دايمًا هو اللي كان مسيطر عليها، وبيضغط عليَّ أنا كمان، وما كانش بإيدي شيء، ولكن هو لا كان شايف ولا سامع أي كلام منّي. وبعدت عن حياته وفعلا اداني كل مستحقاتي لكن انا ما كنتش عايزة منه حاجة. لميت هدومي ومشيت وخد مني البنتين اللي انا خلفتهم. كنت حزينة جدا على فراقهم وحلفت ان بعده ما يكون لي اي جوز ولا اجيب اولاد من حد واعيش حياتي على امل ان في يوم من الايام يرجع لي او يحس ان هو مش عارف يعيش من غيري. وما كانش عندي اي مكان مع الاسف غير بيت امي ورحت عند جوز أمي هناك واضطريت إن أنا أقعد. طبعا احتضنوني جامد وعملوا لي حاجات كتير كل حاجة أنا محتاجاها ووضبوا لي أوضتي ومكاني ورحبوا بيا بشدة. وطبعا كنت مستغربة جدا من طريقتهم وترحيبهم وحلفوا إن هما مالهم ذنب في اللي حصل وإن هما ما عملوش كده وأكيد اللي عمل كده جوزي الأولاني. وأنا طبعًا ما كانش عندي أي حل غير إن أنا أعمل نفسي مصدقة عشان حياتي تمشي، ما هو أنا هاروح فين لو سبتهم ومشيت؟ كملت حياتي عادي وسنة ورا سنة، طبعًا في طول السنة ديّة عدت حوالي سنة وجوز أمي برضه سايبني في حالي، وفي يوم بعد والدتي ما راحت الشغل والدتي كانت موظفة ورجعت يعني كان في اختلاف في المواعيد. وراحت الشغل بصيت لقيت الباب بيتفتح فجأة وأنا كنت قاعدة واخدة راحتي، وكنت طبعًا فاكرة إن ما فيش حد في البيت، لإن أنا دايمًا باحافظ على نفسي بإني باقفل على نفسي بالمفتاح. أنا كنت هنا متأكدة لإني شايفاهم بعينيا لسه نازلين دلوقتي حالًا، فقُلت بقى آخد راحتي شوية مع نفسي. في حاجة كده كنت باعملها عشان تهديني وأفضل كده مسيطرة على إحساسي كست، ما أبقاش ضعيفة. وكنت باعمل كده وقاعدة واخدة راحتي وفجأة الباب انفتح واتفاجئت إن جوز أمي بعد ما نزل رجع تاني. ازاي رجع من غير أي صوت وما سمعتش أي صوت للباب برا؟ طبعا اتخضيت جدا وحصل بينا مناقشة وشدينا مع بعض في الكلام وطلع برا وقفلت على نفسي الباب. ومن ساعتها والموضوع زايد معاه خالص وطول الوقت عامل لي مطاردات وخانقني وأنا الصراحة لا عايزة أرجع للشغل ولا كمان يعني ما عدتش عايزة أقعد معاه. اتخنقت من دي حياة، نفسي في حياة تانية، حياة المريحة اللي كنت عايشاها. فكرت أروح لجوزي وأترجاه إنه يسيبني جنب منه وجنب ولادي وإن مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إن أكون معاهم وأقول له يعني يمكن قلبه يحن عليا. ولما رحت اتفاجئت بصدمة عمري، يا ريتني ما رحت، يا ريتني فضلت مكاني. لقيته اتجوز بقاله أكتر من 3 شهور وولادي حارمني منهم خالص. ولكن كل اللي عمله لما شافني قال لي ممكن تيجي تشوفي ولادك كل شهر تشوفيهم وتمشي لكن مش هيروحوا عندك هناك لأن المكان ده انت عارفة نظامه ايه كويس. وزعل مني وأنا اتقهرت على نفسي وكنت ماشية حزينة جدا. وأنا ماشية وبعدي الطريق ومش واخدة بالي عربية كانت معدية، يعني كانت شبه إن هي خلاص هتموتني بس ربك ستر وأغمى عليا وفقت وأنا في المستشفى. وصاحب العربية اللي خبطني موجود جنبي وبيقولي حمدلله على السلامة. أول ما شفته كده وافتكرت اللي حصل عيطت وعياط كتير جدا وبصوت عالي وقلت يا ريتني ما كنت عشت، كنت أتمنى إن أكون خلاص. زعل كده جامد وبصلي وقالي ليه فكرت بالكلام ده؟ وبعدها دخل الدكتور وبدأ يسأله عن حالتي، قاله الحمد لله كل الجروح سطحية وتقدر يعني إن هي تمشي بكرة الصبح. وطبعا هنا بقى قلت له مش عايزة أمشي بصوت عالي. فطبعا هنا الدكتور خرج والشخص ده بدأ يعني يتأسف للدكتور وكمان يهديني. فقعد معايا وقال لي لو تسمحيلي ممكن أقعد أتكلم معاكي شوية. قعد واتكلم معايا ومعرفش ليه ارتحت له وفتحت له قلبي وحكيت له على كل حاجة في حياتي وكل اللي حصل لي
وقلت له أنا اللي سبت نفسي وأنا بعدي الطريق، وكنت بتمنى إن أنا أرتاح من الحياة كلها. فقال لي الصراحة يعني كلامك مؤثر جدا، ويا ريت لو انت تقبلي تكوني مربية لبنتي والدتها توفت بقالها أكتر من شهرين، ولو تعرفي قد إيه مفتقدة حنانها ووجودها معاها. طبعا أنا عايزك تفكري كويس قبل ما ترد عليا، ولو الموضوع مش مريحك ممكن أشوفلك مكان تاني ممكن تشتغلي فيه، وكمان أجيبلك سكن صغير إيجار تقدري إن انتي تعيشي وتدفعي إيجارك. الصراحة مش عارفة ليه حسيت إن ربنا بعتهولي، ووافقت من غير ما أفكر إن أنا أروح لبنته اللي محتاجاني. يمكن انحرمت من أولادي، يمكن عشان خاطر الإنسانة ديت أربيها هتكون يتيمة محتاجاني، ولكن عمري ما هنساهم ومش عارفة أعمل إيه. وفعلا رحت عنده البيت واتفاجئت بإنه ساكن في مكان كبير جدا وشيك وخاص بيهم شبه الفيلا كده، ومحوط بالورود والزرع في كل مكان، زي ما كنت بحلم أعيش بالظبط. أنا من طبيعتي بعشق الخضرة والورود، والصراحة الجو بيبقى حاجة تانية خالص. رحت هناك ولقيت كل حاجة كنت نفسي فيها وكنت بحلم بيها. والبنت الصغيرة اللي عمرها سنتين قد إيه رقيقة وجميلة وكلها كده أنوثة وجمال ودفى وحنية. بقيت فرحانة بيها جدا وما كنتش بفارقها حرفيا، وما كانتش بتبكي ولا مرة واحدة. باباها كان مبسوط وسعيد جدا، بس مستحيل يكون سعيد قد سعادتي أنا أبدا. واهتميت بيها ومرت علينا سنة، وخلال السنة دي رحت وشفت ولادي مرتين، وفي كل مرة كنت بروح وبشوفهم كان قلبي بيتقطع من جوايا، وما كنتش ببقى عارفة أعمل إيه. ما كنتش أقدر أقوله عايزاهم يباتوا معايا عشان أنا يعني ماليش سكن معين، ومش حابة يعرف المكان اللي أنا قاعدة فيه أحسن يفهمني غلط. كنت بكتفي بإن أنا بقضي معاهم اليوم، وكنت بابقى محروجة جدًا. كنت باخرج معاهم وأقضي معاهم اليوم وأجيب لهم كل حاجة حلوة. وبعد كده كنت طبعًا باروّح يعني لشغلي اللي هي البنوتة اللي أنا مسؤولة عنها. وفي يوم فاجئني وقال لي إن أنا عايز أتجوزِك. وطبعًا هنا الخبر كان مفاجأة بالنسبة لي. هو بالنسبة لي شخص محترم جدًا وعمل عشاني حاجات كتير، لكن أنا قلبي حب مرة واحدة مش هيحب مرتين. خلاص حسيت إن أنا قفلت على قلبي بجد. لقيت نفسي برد ومن غير ما أفكر قلت له أنا هنا أم لبنتك ولكن مش هكون زوجة، لأن أنا خلاص حلفت وخدت عهد على نفسي إني ما أتجوزش تاني، وإن هي دي حياتي اللي هكمل فيها زي ما أنا. وبنتك ديت في عينيا الاتنين سواء اتجوزت أو لأ، هي كده كده مسؤولة مني، ومش هسيبها ولا فارقها أبدا غير لما تبقى عروسة وأشوفها كده أحلى عروسة في الكوشة. فرد عليا وقال لي قد إيه انتي إنسانة جميلة، وأنا عمري ما كنت هافكر في الجواز، لكن انتي الصراحة لمست قلبي ولمستي كل شيء جوايا بعطفك وحنيتك وأدبك وأخلاقك. مش لازم الإنسان يكون الظروف البيئة اللي حكمت عليه بإنه يعمل حاجة غصب عنه، أو إن الظروف كانت ضده إن هو شخص وحش. مش معنى كده إن إحنا مندلوش فرصة. ما يمكن لو كانت جاتله الفرصة إنه يبقى كويس وإنه يبقى أفضل مني أنا وغيري كان هيبقى أفضل. كلامه كان بيريحني كتير جدا، وكان بيحسسني بالراحة النفسية، وكنت بحس إن أنا سعيدة وإنسانة. غير كل ما كنت أفتكر كل حاجة مرت في حياتي كنت أحس إن أنا تعبانة وحزينة وزعلانة أوي على نفسي وعلى اللي جرالي، وإزاي إن هو كان بيحبني وقدر يستغنى عني ويبعد عني أولادي. كنت أحس الحب في عينيه لما كنت أروح أشوف ولادي، وإحساسي مستحيل يكون بيكذب عليا. ولكن ليه عمل كده؟ ليه ما سامحنيش؟ ليه ما قدرش إن هو يخليني أكمل معاه حياتي؟ ما أنا عايزاه هو. وفي يوم بعد ما طبعا رفضت الجواز منه واتأكد إن أنا بحب طليقي وبحبه كمان ولادي، وإن مش هينفع يكون ليا أي زوج بعده، اتفاجئت بحاجة غريبة عملها. ولقيته جايب ولادي وجاي ومعاهم باباهم، واتفاجئت بدخلتهم عليا. ودي كانت صدمة عمري بجد. بقيت خايفة جدًا من رد فعله، وبقيت خايفة جدًا لما عرف إن أنا شغالة هنا. لكن ما كنتش أعرف إنه قعد معاه واتكلم وحكاله إن أنا رفضت إن أنا أتجوز وقررت إن أنا أعيش حياتي كده بعده، ووصفله قد إيه أنا بحبه وقد إيه حزينة على بعاده هو وولادي وقد إيه تعبت من بعدهم.
وقد إيه عايشة على الأمل ده. واتفاجئت وهم داخلين عليا وطليقي طالب مني إن هو يردني، بس مش هيقدر يطلق مراته عشان حامل. أنا عمري ما هستحمل إني أشوفه مع واحدة تانية، ومش عارفة أعمل إيه، ياريت